كلمه انها هتبدا بروجكت او هتبدا فكره في 2017. الفكره دي كلفتهم او دفعوا فيها $20,000. $20,000 تقريبا تقريبا عشان بتوع الفاينانس تقريبا هنقول 300,000. اوكي؟ لما الفكره كانت حلوه جدا جدا جدا، في كيان تبنى الفكره دي وراح دفع لهم تاني $500,000. ده في سنه 2017. 2018 بقى الفاليو بتاعهم $8 مليون. في 2019 بقى الفاليو بتاعهم $42 مليون. في 2020 الفاليو بتاعهم $100 مليون. عارفين دول مين؟ عارفين مين؟ حد يعرف؟ سويفل. سويفل عبارة عن 3 شبان. ال3 شبان دول فكروا في فكرة، بس لما جم قالوا الفكرة اتقال لهم مستحيل تحصل، او اتقال لهم الفكرة دي خيالية. هم عايزين يعملوا ماس ترانسبورتيشن. اوكي؟ فالناس قال لهم دي فكره خياليه مستحيل تحصل، انتوا بتتكلموا في ايه؟ واحد منهم شغال في دبي والتاني كان شغال في دبي ورجع مصر، والتالت هم اصحاب خريجين اليو سي، والتالت كان في زيورخ، واتجمعوا قالوا كل واحد فينا هيسيب شغله ويلا نتبنى الفكره بتاعت سويفل. لما عرضوا الفكره في حاجه اسمها برنامج اسمه يلا شباب، فاكرينه؟ لما عرضوا الفكره واحد من لجنه التحكيم قال لهم انتوا بتتكلموا عن الخيال. ده خيال، مش شايفين انتوا بتحلموا حلم غريب شويه؟ ولكن الحلم بقى حقيقه من $20,000. النهارده الفاليو بتاعهم $100 مليون. هم كان عندهم في الاول اضطروا ان هم يدفعوا فلوس. تمام؟ انت دلوقتي عندك opportunity ان انت تحلم واحنا اللي هنجيب لك الفلوس، بس تحلم. بس حلم قابل للتحقق. يعني ايه؟ يعني حلم عن دراسه، حلم عن وعي، حلم ليه علاقه بالماركت، بالسوق، عشان تلاقي اللي زي ما كريم دفع في سويفل تلاقي اللي يدفع في فكرتك وفي حلمك. لكن اهم حاجه تؤمن ان انت قادر، تؤمن بفكره الحلم القابل للتحقق. والت ديزني قال كده It's okay to have a dream، بس الفكره في الايه؟ pursuing this dream. يبقى عندي انا عارف ان هيبقى فيه challenges، وعارف ان هيبقى فيه تحديات، وعارف ان في ناس هتقول لي فكرتك دي اي كلام، مش مشكله، المهم انت تؤمن بيها وربنا هيوفقك. اوكي؟ طيب خليني علشان برضو ما اطولش عليكم، هو الجول بتاعنا ايه؟ انا حابه قوي الكود بتاع دكتور ايمن اسماعيل entrepreneurship is a key driver of economic growth for Egypt and around the world. هو ده حقيقي فعلا. الانتربرينورشيب دلوقتي فكره رياده الاعمال زي ما الدكتوره رشا قالت، هو فكر اكتر منه كورس. هو فكر بمعنى انا عندي كام خريج مستني اتخرج عشان ادور على وظيفه. لا، انا عايزه اتخرج بالوظيفه. انا عايزه اتخرج معايا مشروعي وعندي امكانيات، والجامعه بتوفر امكانيات، ومعانا بارتنرز محترمين جدا في مجالات كتير بيوفروا ده كمان. وعندك تشانس ان ده ممكن يحصل بجد. ممكن التشانس دي ما كانتش موجوده ايامنا، لكن دلوقتي التشانس دي بقت موجوده وبقت حقيقيه. اوكي؟ يبقى الهدف بتاعنا ايه؟ احنا الهدف بتاعنا احنا كتي تي او we want to create a bridge between academia and the industry. هو ده الهدف الحقيقي بتاعنا. طيب عشان نعمل ده كان لازم يكون عندنا شويه اكتيفيتيز. ايه الاكتيفيتيز بتاعتنا بقى؟ عندنا بيتلخصوا في 4 main activities. اول اكتيفيتي عندنا idea generation. idea generation من اول ما حضرتك تبقى عندك الفكره يتعمل لها assessment، يتعمل لها market research، نبدا نشوف الفكره دي applicable فعلا ولا لا، محتاجين نكونكت مع الاندستري عشان الاندستري تقول لنا يس الفكره دي فعلا مطلوبه ومستعدين ندفع فيها فلوس وتمام. دي اول مرحله. تاني مرحله عندنا اللي هي مرحله البرودكشن، ومرحله البرودكشن دي الدراع اليمين بتاعي فيها هو دكتوره اميره. ما اعرفش اعمل البرودكشن من غير دكتوره اميره، لان التست هو المسؤول عن القصه دي، هو مسؤول عن حمايه فكرتك. ودي كانت المبادره بتاعت الايفنت اللي فاتت، ان فكرتك تبقى ملكك مش ملك اي حد تاني. وده اللي بيخلي الناس ما تفكرش. ما انا ممكن افكر وتتسرق، لا حضرتك مش هتتسرق، معاك دكتوره اميره ما تقلقش. اوكي؟ نيجي بعد كده لفكره البروتوتايب. حلو، علشان اعمل موضوع البروتوتايب في ناس عندها بزنس مايند سيت ودارسه فعلا الكلام ده، وفي ناس زي انجينيرنج وعلاج طبيعي ما عندهمش النولج بتاعت هاو تو ران بزنس، ازاي يعمل بزنس موديل، ازاي يعمل كانفاس، ما عندهمش الفكره دي. هنا بقى بيجي دور الاي كلاب دكتوره غاده، وانا برضو دكتوره غاده هتبقى
فدراعي الشمال، هما الاثنين يمين الحقيقه، بس يعني ايه عشان يبقى يمين وشمال. تمام. الفكره ايه؟ ان انا الاي كاب بالنسبه لي هيبقى مهم جدا، لان هو اللي بيبروفايد التريننج اللي انت محتاجه ان اوردر تو ران على اسس علميه صحيحه. غير ان في الحته بتاعت البروتوتايب احنا برضو عندنا من ضمن البادجتس ومن ضمن الحاجات اللي بتساعدنا فيها دكتوره رشا ان احنا نقدر نعمل بروتوتايب، نقدر نعمل ديزاين وبروتوتايب، ونقدر نساعدك في الموضوع ده وكمان يبقى فندق. تمام؟ نيجي بقى المرحله الرابعه ودي بتاعتنا بقى اللي هي ايه بقى؟ مرحله الماركتنج. طب حلو جدا، انا اوريدي لما عملت الفكره قابله للتسويق من اللحظه الاولى، لان انا بشتغل في حاجه اصلا السوق عايزها. فبما اني انا بشتغل في السوق عايزها يبقى دي كانت بروبلم وورث سولفنج، والماركت نيد بيدور عليها اصلا وانت بتحلها له. فبالتالي مساله التسويق بقى هتبقى صعبه ولا سهله؟ بوتنتين هتبقى سهله جدا، لان انا بسوق حاجه الكاستمر عايزها ولا بسوق حاجه في الخيال؟ بسوق ايه؟ حاجه الكاستمر عايزها. فبما اني بسوق حاجه الكاستمر عايزها فالموضوع ده برضه هيبقى ما فيهوش مشكله. هو ده السايكل اللي احنا بنشتغل فيه، وزي ما الدكتوره رشا كانت بتقول احنا بنشتغل كلنا انتيتي واحده، سواء الجايكو او التست او حتى الكي كلاب. طيب الاتشيفمنتس بتاعتنا سو فار، علشان برضه ما نديش كتير عشان انا عايز شويه بس ايه هنتفرج على الفيديو ده مع بعض. بداية مشوارك. الابتكار بتاعك هو البداية بتاعتك الحقيقية، هو بداية مشوارك ان انت تبقى عنصر مهم جدا في اقتصاد بلدك، هو البداية ان انت تبدأ طريق البيزنس بتاعك، هو البداية ان انت تخلي جامعتك جامعة متميزة جدا، هو البداية لكل حاجة، هو البداية عشان تتقدم للعروسة، هو البداية لكل حاجة الحقيقة. تمام؟ يبقى السلوجن بتاعنا هيبقى على طول ايه هو بقى؟ ايه هو السلوجن بتاعنا؟ بالظبط كده، ابتكارك بداية مشوارك. يبقى زي ما التكنولوجي بتغير المستقبل، انتوا ممكن تغيروا المستقبل. Thank you so much. واحب في النهاية اشكر السادة الحضور، اشكر الدكتورة رشا، واشكر كل الاشرز اللي موجودين، واشكر زملائي في مكتب التايكو، واحب اشكر اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلابي الاعزاء الاحباء اللي قريبين جدا لقلبي. احب اشكركم كلكم.